مرحبا، شلونكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجعنا وياكم فيديو جديد. اليوم عندنا يوميات، راح اسوي كيكة الشاي او كيكة الشاي حتى ما تضوجون. فقلت خلي اصور لكم وياي، بالرغم اني مصورتها يعني عندي فيديوهات قديمة، بس خل نعيد بالاعادة افادة. خليت بالبداية 5 بيضات. طبعا انا بالعادة اخلي 4 بيضات او 3 بيضات، بس اليوم حبيت اجرب اشوف الارتفاع مالتها شلون راح يصير بالخمس بيضات. 5 بيضات وياها كوب ونص شكر او سكر، وراح اخلطهن بالبداية وبعدين اضيف باقي المكونات. لما تخلطونه زين ويتجانس او يذوب الشكر ويا البيض، راح يعطينا نتيجة حلوة بالكيك. اكمل خلط وارجع لكم. قبل ما اكمل خلط خليت القالب يم جاهز، دهنته براشي مثل ما تشوفون. الراشي يطلع الكيكة بسهولة، ما تلزق مثل ما نخلي طحين وزيت. الراشي بسرعة تطلع الكيكة، وهمات يعطيها منظر كلش حلو، اشقر هيك يصير الكيك. راح تشوفونه بعدين وياي، والقالب قديم عادي مشخط. هسه راح اضيف كوب حليب سائل ونخلطه. هسه نضيف 3/4 كوب زيت. خليه لحد اخر حبة. تشوفون الشكر ذاب عندنا نهائيا، يعني ما بقى. هنا عندي 3 أكواب طحين، راح اخليهن بالمنخل. طبعا اذا تريدون الكيكة تطلع يعني هشة او اسفنجية، ضروري انه ننخل الطحين. فراح انخله، وراها ابدي اخلطه. نخلطه كل زين على مود تذوب التكتلات اللي بيه. هنا عندي هيل، راح اخليه هيك لان ما عندي هيل مطحون. اخر شي راح نضيف البيكنج باودر ونخلطه. هسه راح ندير الخليط بالقالب، ونخليه بالفرن. الفرن حامي، مشغلين بس النار تجوع، منصيها. خليه تقريبا 3/4 ساعة. راح نوديه على الفرن 3/4 ساعة. هاي الكيكة كملت، خلينا نطلبها. شوف شلون بسهولة طلعت، وشوف القالب. خلي اقسمها على مود نشوف شلون الهشاشة مالتها. اذا ما مشتركين اشتركوا هسه بالقناة،
ونورونا ونضاف لعائلتنا. هاي الهيلة طبعا تشوفون. كيكتنا كملت. ناخذ مي وراح نجيب نعناع نخلي لها مي وناخذ من عندها. طبعا الطرمة مالتنا حارة وعليها الشمس مباشرة، فيموت دائما بالصيف، بس بالشتاء يبقى. شوف بعد بيها خطية صايرة يابسة. والله كافي هذا اللي حصلناه. لأن النعناعات راح أكسرهن هيك بإيدي، لأن هن أصلا ناعمات. نجيب الخيار قطعة هيك شرائح. دا أشوي الدجاج، فراح يصير عشانه دجاج مشوي دجاجيك. دائما يقولون الزفر أو الخيار، العفو، دائما يقولون الخيار ويا الدجاج تصير زفرة. صحيح هذا الكلام ولا انتم شو تقولون؟ بس احنا ما راح ناكل الخيار هيك وحده، راح نخليه ويا الروبر ونعناع. راح نخلي روبر اللي هي الزبادي
نخلطها. اكون خلولها شوية مي، انا راح اعيفها هيجي. راح اخليها شوية ملح، نقطة نعناع اختفى. هالقد. وأجيب ماعون وأدير حليب. هذا الدجاجيك. آخر شي نضيف هاي الفيكة، ما أدري أصلا شنو محلها من الإعراب. طبعا وخرت الستاند لأنه التليفون حمى وطفيته، بردته شوية ورجعت من جديد. فخلص عندنا أول شي الدجاجيك. خلونا نروح نشوف الدجاج استوت لو لا. هذا الدجاج اكتمل. طبعا الدجاج على طريقة أمه، بدون أي شي، بدون أي خلطات، بدون أي تنقيعات، بس دجاج مايع يعني ذايب مو بثلج. نخليه له ملح ونخليه بالفرن، وها هي على ما يستوي يصير بهذا الشكل. خلي خبزة بالماعون ونشيل عليها الدجاج. تشوفون حتى منه يعني استوى، مو بس شكل. لا زحمة، روح أنا هناك. هذا عشانه. أحاول أسوي جبن عرب بالزيت، فخليت كيس حليب باودر وذوبته بمي، راح أخليه على النار على ما يفور وأكمل وياكم. بس أهم شي لازم نذوبه كله. ورا ما صار هالشكل راح أخلي عليه تقريبا طبق خل تفاح، وأخوطه وأغطيه. طبعا أنا وخرته من النار. شوفوا شلون بدأ يصقصق، شو يقولون يصقصق يلكلك. المهم خبته وراح أغطيه بطبق وأعيفه شوية على الماء يبرد. تشوفون نخوطه كل شوية على ما يصير دافئ. درته بمصفاية بس حتى يطلع المي من عنده. طبعا هو المفروض يخلوه بقطعة قماش ململ، ما ادري شو اسمها. المهم انا ما عندي، خليته هيك. راح اخلي عليه ماعون نظيف، اخليه هيك عليه شوية اجعصه واعيفه فد ساعة وارجع اخليه بالثلاجة. وهاي نتيجة الجبين. هو يحتاج مثل ما قلت لكم الوصلة اللي يخلونها بيه على مود يطلع المي من عده زين، لانه ما خليناه يعني
بس بالمصفاية هيك صار شكله، بس الطعم مالته رهيب.